بتركب عربيات سوزوكي؟ اه طبعا. في مشاكل بتواجهك معاهم مع السواقين بالنسبه للاجره؟ في ها. في خط اللي هو بتاع الاشاره والاهرام والفلل والكلام دوت جنيه عافيه، يعني بيركبوا الناس بالعافيه بجنيه، سواء من بنها من جوه او بنها من على فهي البحر. حتى الخطوه تتحسب بجنيه، وبالذات من ساعه ما بداوا يعملوا حوار البحر، يعني بيمشوا مع البحر جنيه اساسي. ما بيديكش الباقي يعني؟ لا لا لا، هو بيحكم كمان بجنيه، مفيش حته باقي دي. بتركبي عربيات سوزوكي؟ طبعا. في مشاكل بتواجهك في الاجره؟ هي الاجره المفروض 75، هما بياخدوا جنيه وما بيرضوش يدوا ربع جنيه حتى لو هما معاهم فك، واقول لهم مثلا نقول لهم طب الباقي او كده يقولوا مفيش فك، وساعات يتكلموا باسلوب وحش واللي مش عاجبه ينزل. تركب عربيات سوزوكي؟ طبعا. داخل هنا بنها، داخل بنها هنا طبعا. في مشاكل بتواجهك مع الاجره بتاعتهم لما تيجي تدفع الاجره؟ طبعا. الاجره الشخصيه كمحطه لمحطه بتفرق، مثلا كان الاول نص جنيه ربع جنيه، بقت نص جنيه، قالوا 75، لا دلوقتي جنيه على طول. حتى لو بنحب ناخد عربيه مخصوص بقت خلاص، لو من شارع لشارع ب 10 جنيه دلوقتي. بقت اقل حاجه 10 جنيه. يعني لو قال لي مثلا من المحطه لغايه هنا بجيب حاجه في ايدي مثلا شنطه او حاجه، هي ال 10 جنيه في ما يكملش نص كيلو. لو مشوار طويل يقول لك لا 20 و30. انا اسمي رانيا. بتركبي عربيات سوزوكي؟ ايوه طبعا بركب عربيات سوزوكي طول اليوم. في مشاكل بتواجهك مع الاجره؟ ايوه، هما الاجره المفروض جنيه 75 وهم بياخدوا جنيه، حتى لو انت اتكلمتي معاهم وقلت لهم لا ده 75 وكده فيقول لك مش عاجبك انزلي ركبي عربيه تانية. ومثلا انا ممكن اخد عربيه من على الكوبري لحد الاشاره ياخد مني 15 20 جنيه اقل حاجه يعني. فحتى كانوا الحكومه كانت عامله يافطه ومنزلاها وقايله فيها اي مشوار داخل بنها ب5 جنيه. هم قطعوا اليافطه دي، حتى نزلت على النت وانا شفتها وهم قاطعينها يعني.